في 60 داهية. تعرف إيه أصل المثل ده؟ تعال أقول لك. القصة كانت في اليمن بين قبيلتين، كان بينهم حروب دايمة. قبيلة اسمها مزحج والتانية همدان. مزحج كان ليها اليد العليا في المعارك دي بسبب دهاء وشجاعة فرسانها ومشايخها. فكرت قبيلة همدان في حل سلسلة الهزائم دي، ازاي تقدر توقف سيطرة مزحج على المعارك اللي بينهم. استعانوا بالفرس لتنفيذ مخططهم. الخطة اللي وضعتها همدان كانت بتتمثل في حوار غير مسلح بمعرفة الفرس، يتم فيها اجتماع مع 60 شخص من أعتى دواهي مزحج، وفعلا يجتمعوا 60 في الموعد المحدد. اتفاجئوا بهجوم غادر من فرسان همدان، قتلوا 60 كلهم، وده اللي أضعف قبيلة مزحج، وقرروا الانتقام من همدان بمعرفة قيس بن مكشوم. وفعلا جهز قيس للانتقام من همدان والفرس. انتشر قتلة همدان في جميع أرجاء صنعاء باليمن. لما ازداد عدد القتلى والخراب في المدينة، تدخل كبار القوم للصلح بين قيس وهمدان، وأثناء محاولتهم لإقناع قيس بإنهاء الحروب دي، قال لهم قيس الجملة الشهيرة في 60 داهية، اللي هي في 60 داهية معناها أنا عملت كل ده مقابل 60 داهية اللي اتقتلوا غدر من همدان والفرس. وعليه أصبحت المقولة الشهيرة أو المثل في 60 داهية.